أنا اسمي كرم. قصتي بدأت عندما لم أتمكن من إكمال دراستي في معهد هندسة الكهرباء. كنت مولعاً بتصنيع وتصليح الأدوات الكهربائية بشكل عام. تعجبني كيف تتحول الأجزاء الصغيرة في الأجهزة إلى آلة. إلا أن اشتعال الحرب في منطقة سكني اضطررت مع والدي وإخوتي إلى النزوح، وبدلاً من إكمال حلمي في التعليم بات علي تأمين مصروف حياتهم اليومية وأجور سكنهم. ثم جاءت مشكلة الخدمة العسكرية الإلزامية. لم أرد أن أكون جزءاً من آلة القتل الهمجية في الحرب. غادرت سوريا إلى تركيا. كنت حينها في 21 من عمري. واصلت العمل في تركيا إلى أن أصبحت أشعر أنني أنا آلة من نوع آخر، آلة لا صوت لها، مهمتها الوحيدة هي تقديم المساعدة لمن حولها. إن توقفت حياة من حولي. إلى أن كان لقائي بربا. باتت ربا ملجأ الدافئ من الغربة وذكريات الحرب والحنين للوطن والمسؤوليات الكثيرة. كانت ربا في 19 من عمرها. تزوجنا وعشنا في بيت والدة ربا. بدت لنا ظروف الحرب في بلدنا بلا نهاية. أما معيشتنا في تركيا فلم تمنحنا شعور الاستقرار. قررنا أنا وربا رسم خطة لعائلتنا في أوروبا. خطوا رحلة اللجوء بينما ربا كانت حاملا بيارا. كانت عيون ربا ويارا منارتي. كلما أضعت الطريق وسبب استمراري في رحلتي، رحلة دامت 2.5 عام، إلى أن كان يوم لقائي بهما في مطار أمستردام. يوم لا ينسى حقا. اعتقدت حينها أن آلام العالم ومخاوفه قد انتهت. ربا اعتقدت ذلك أيضا، إلا أن رحلة جديدة بدأت، ولكن مع ظلمة جهلنا لنظام بلد إقامتنا الحالي. يبدو لي أن النظام هنا آلة من نوع ما لا أفهمه. بكل الأحوال، بمتابعتك لقصتي ستتعرف إلى حياتي، لا سيما المواقف الصعبة التي تحيرني مواجهتها. صديقي سامر يقول: سنحصل على مساعدة فقط في حال طلبناها. هل يمكنك مساعدتي في اتخاذ خيارات جيدة؟ من المحتمل أيضا أن اختياراتي الجيدة أو السيئة ستعني شيئا ما بالنسبة لك.